حبايبنا طلبة تانية اعدادي، تعالى معايا في الفيديو ده هلم لك اهم الباراجرافات اللي موجودة عندك في المنهج. طبعا احنا عارفين الباراجرافات عندنا كتيرة جدا، فانا لميت لك اهم المواضيع، لميت لك بالظبط 7 مواضيع هينفعوا مع حوالي اكتر من 20 باراجراف. يبقى ال7 مواضيع اللي لميتهم لك دول هينفعوا مع حوالي 20 باراجراف. ما تنساش تعمل سيف للفيديو وتعمل منشن لاصحابك وتفرج معانا وتابع للاخر. تعال نبص مع بعض نشوف المواضيع عندنا بتتكلم عن ايه. قال لك هنا اتكلم عن يور ديجيتال هابتس، العادات الرقميه بتاعتك، او قال لك اتكلم عن جين الفا اند جين زي، اتكلم على جيل الفا وجيل زي، او قال لك اتكلم عن ديجيتال ديفايسز الاجهزه الرقميه، او قال لك اتكلم عن التكنولوجي اللي هي التكنولوجيا. فعندنا الموضوع ده ينفع معاهم كلهم. عندنا الموضوع هنا بيتكلم بيقول لك ايه؟ قال لك I use digital device every day in my life، يبقى انا بستخدم الاجهزه الرقميه every day كل يوم في حياتي. I am from Gen Alpha، أنا من جيل ألفا and I like technology very much، وبحب التكنولوجيا جدا. I use a mobile phone، أنا بستخدم الموبايل فون، التابلت and a computer، والكمبيوتر at home في البيت. I use my mobile phone، بستخدم الموبايل فون بتاعي، قال لك to talk to my family، عشان أتكلم مع أسرتي and my friends وأصدقائي. I like to watch cartoons، بحب ان انا اتفرج على افلام كرتون and videos وفيديوهات on my tablet، على التابلت بتاعي. I use the computer، وبستخدم الكمبيوتر to learn، عشان اتعلم، study اذاكر and do my homework، وان انا اعمل homework بتاعي الواجب بتاعي. Technology helps me learn new things، التكنولوجيا بتساعدني ان انا اتعلم اشياء جديده او حاجات جديده in a fun way، بطريقه مرحه او طريقه ممتعه. I also play simple games، أنا بلعب ألعاب بسيطة for fun، من أجل المتعة أو المرح. Digital devices الأجهزة الرقمية make my life easy، بتخلي حياتي أسهل and happy وسعيدة. I try to use technology، بحاول إن أنا أستخدم التكنولوجيا in a good and useful way every day، يبقى أنا بحاول إن أنا أستخدم التكنولوجيا بطريقة كويسة and useful مفيدة every day كل يوم. يبقى جالك قال لك اتكلم عن يور ديجيتال هابتس، العادات الرقميه بتاعتك، او جين الفا اند جين زي، قال لك ديجيتال ديفايسز، قال لك تكنولوجي. عندك الموضوع ده هيمشي معاهم كلهم. تعال نشوف الموضوع اللي بعده. عندك هنا قال لك ايه؟ قال لك staying safe online، انك تفضل بامان اونلاين، او how to use the internet safely، او ازاي تستخدم الانترنت بامان، او قال لك اتكلم عن السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، او الديجيتال فوت برنت البصمه الرقميه بتاعتك. ممكن اتكلم اقول ايه؟ عندك هنا بيقول لك ايه؟ قال لك I use the internet every day، انا بستخدم الانترنت كل يوم to learn and have fun، عشان اتعلم وان انا استمتع. I must stay safe online، انا لازم افضل سيف امن اونلاين طول الوقت all the time. I do not talk to strangers، قال لك هنا انا ما بتكلمش مع السترينجرز اللي هم الاغراب on the internet، على الانترنت. I do not share my name، ما بشيرش اسمي، ما بشاركش اسمي. my phone number، ولا التليفون نمبر بتاعي، رقم التليفون. or my password، او الباسورد بتاعي with anyone، مع اي حد. I use social media، انا بستخدم السوشيال ميديا in a good way، بطريقة كويسة and for a short time، والوقت قصير. I always ask my parents، انا دايما بسأل والدي او بطلب من والدي before using new apps، قبل ما استخدم التطبيقات الجديدة or websites او المواقع. I know that everything I do online، انا عارف ان كل حاجة انا بعملها اونلاين is part of my digital footprint، هي جزء من البصمة الرقمية بتاعتي. I try to be kind، بحاول ان انا اكون kind طيب او لطيف and polite ومؤدب when I use the internet، لما بستخدم الانترنت. Using the internet safely، استخدام الانترنت بأمان helps me learn، بيساعدني ان انا اتعلم play العب and feel happy، واحس ان انا سعيد. يبقى جه قال لك اتكلم عن staying safe online، how to use the internet safely، social media، digital footprint. عندك 4 مواضيع هم الموضوع ده ينفع معاهم. تعالوا بقى نشوف الموضوع اللي بعده. عندك هنا قال لك ايه؟ قال لك facing challenges، مواجهة التحديات، او overcoming challenges، التغلب على التحديات، او a difficult situation you got through، موقف صعب انت عديت منه. تمام؟ عندنا الموضوع ده هينفع معاهم. عندك هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك one day، في احد الايام I faced a difficult situation، واجهت موقف صعب in my life، فين؟ في حياتي.
I had a problem. أنا كان عندي مشكلة at school في المدرسة. And I felt sad وحسيت إن أنا حزين and afraid وخايف. The lesson was hard. الدرس كان صعب. And I did not understand it well. وما فهمتوش كويس. I wanted to stop. أنا كنت عايز إن أنا أتوقف but I tried again. لكن أنا حاولت مرة تانية. I asked my teacher for help. فطلبت المساعدة من المدرس بتاعي and she explained the lesson slowly. وهي شرحت الدرس ببطء. I also studied with my friends. وأنا ذاكرت أيضا مع أصدقائي and listened carefully. وسمعت بحرص. At home وفي البيت I participated more. شاركت I practiced more. اتدربت أكتر and did my homework. وعملت الواجب بتاعي. little by little يعني واحدة بواحدة أو قليلا بقليلا، سنة بسنة كده، تاتا تاتا. I felt better. حسيت إن أنا أحسن and happy وإن أنا سعيد. I learned that. اتعلمت إيه بقى؟ إن facing challenges مواجهة التحديات is important مهم. When I try and do not give up لما بحاول وإن أنا ما يأسش أو ما استسلمش I can overcome بقدر إن أنا أتغلب على any difficult situation أي موقف صعب and feel proud of myself وأحس إن أنا فخور بنفسي. يبقى عندك هنا الموضوع ده قال لك اتكلم عن facing challenges, overcoming challenges, a difficult situation you got through. أي موضوع من دول معاك الموضوع ده هينفع معاه. طيب تعال نشوف الموضوع اللي بعده. عندك هنا قال لك ايه؟ قال لك the traffic problem in كايرو. قال لك عن مشكلة المرور في القاهرة او قال لك in my city في المدينة بتاعتي. عندنا الموضوع ده هيبقى مناسب. عندك هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك the traffic problem in كايرو is very big. مشكلة المرور في القاهرة كبيرة جدا. There are many cars. في عربيات كتيرة، buses, أتوبيسات and taxis in the streets. وتاكسيات في الشوارع every day كل يوم. In the morning في الصباح people go to work and school. الناس بتروح الشغل بتاعها and school والمدرسة. So the streets are very crowded. فالشوارع بتبقى زحمة جدا. Sometimes cars move very slowly. ساعات أو أحيانا العربيات بتتحرك ببطء جدا and people feel tired. والناس بتحس إن هي تعبانة. Traffic makes noise. الترافيك اللي هي حركة المرور makes noise بتعمل دوشة and air pollution وتلوث للهواء. This is bad for people. وده وحش أو مضر لمين؟ للبيبل للناس and the city والمدينة. We can help solve the traffic problem. نقدر إن احنا نساعد نحل المشكلة by following traffic rules. بإننا نتبع قواعد المرور. People should use public transport. الناس المفروض إن هي تستخدم البابليك ترانسبورت اللي هي وسائل المواصلات العامة and walk more ونتمشى أكتر. Drivers should be patient. السواقين المفروض تكون صبورة and careful وتكون حريصة. When we help each other لما نساعد بعضنا البعض and follow the rules ونتبع القواعد كايرو can be cleaner. القاهرة هتكون أنظف safer أأمن and better for everyone وهتكون أفضل لكل شخص. يبقى عندنا الموضوع ده قال لك اتكلم عن الترافيك بروبلم ان كايرو او ترافيك بروبلم ان يور سيتي. عندنا الموضوع ده مناسب معانا. تعال نشوف الموضوع اللي بعده بيتكلم عن ايه. قال لك اتكلم عن ان ارت جاليري يو فيزيتد. قال لك معرض فني انت زرته، او قال لك اتكلم عن افيموس ايجيبشن ارتست فنان مصري مشهور، او قال لك اتكلم عن يور فيفورت بيس اوف ارت القطعه الفنيه المفضله بتاعتك. هنقول ايه في الموضوع ده يا شباب؟ عندك هنا بيقول لك I visited an art gallery with my family. انا زرت معرض فني مع الفاميلي الاسره بتاعتي one day في يوم من الايام. The art gallery was very nice. الارت جاليري المعرض الفني كان very nice كان لطيف and full of beautiful pictures وكان مليان بصور جميله and statues وتماثيل. I saw many pieces of art. شفت قطع فنيه كثيره and I felt happy وحسيت ان انا سعيد. I learned about. اتعلمت ايه؟ قال لك about a famous Egyptian artist. اتعلمت عن فنان مصري مشهور who loved art اللي كان بيحب الفن and worked very hard وكان بيعمل بجد. His art was simple. الفن بتاعه كان بسيط and colorful وزاهي أو ملون. My favorite piece of art القطعة الفنية المفضلة بتاعتي was a big picture with nice colors. كانت صورة كبيرة وفيها ألوان لطيفة. It made me feel calm. خلتني أحس إن أنا هادي and happy وسعيد.
I like art بحب الفن because it shows ideas لأن هو بيبين الأفكار and feelings المشاعر. Visiting an art gallery زيارة المعرض الفني helps me learn new things بتساعدني إن أنا أتعلم أشياء جديدة and enjoy my time وإن أنا أستمتع بالوقت بتاعي. وآخر حاجة I want to visit art galleries again عايز أزور المعارض الفنية مرة تانية in the future في المستقبل. يبقى هنا جه قال لك اتكلم عن an art gallery you visited أو اتكلم عن a famous Egyptian artist أو your favorite piece of art. فالموضوع ده هيكون مناسب معانا للمواضيع دي كلها. تعالى بقى نشوف معانا آخر موضوع أو الموضوع اللي قبل الأخير. عندنا قال لك اتكلم عن مين؟ قال لك your role model المثل الأعلى بتاعك أو القدوة بتاعتك. قال لك اتكلم عن an inventor you admire اللي هو واحد مخترع انت معجب بيه، او قال لك اتكلم عن your favorite invention الاختراع المفضل بتاعك. هتكلم هقول ايه؟ عندنا هنا بيقول لك my role model المثل الاعلى بتاعي is an inventor هو مين؟ هو مخترع. I admire very much انا معجب بيه جدا. He is a smart and kind person وهو شخص ذكي وكايند طيب. He likes learning and thinking بيحب ان هو التعلم بيحب ان هو يتعلم and thinking about new ideas ويفكر في افكار جديده. He works hard every day وهو بيعمل بجد كل يوم and never gives up وعمره ما بيستسلم او ييأس. My favorite invention قال لك هنا الاختراع المفضل بتاعي is the computer هو الكمبيوتر. The computer helps people learn الكمبيوتر بيساعد الناس ان هي تتعلم work تشتغل and have fun واللي هي تستمتع. I use the computer to study بستخدم الكمبيوتر عشان اذاكر watch videos اتفرج على فيديوهات and play simple games والعب العاب بسيطه. وقال لك هنا ايه؟ قال لك this invention makes life easier الاختراع ده بيخلي الحياه مالها اسهل and better وهتكون افضل. I learn many good things from this inventor أنا بتعلم حاجات كتيرة من هذا المخترع. He teaches me to love science بيعلمني إن أنا أحب الساينس العلوم and learning والتعلم. I want to be smart like him وعايز إن أنا أكون ذكي زيه in the future في المستقبل and invent useful things وإن أنا أخترع أشياء مفيدة to help people and make the world a better place. عندك هنا عشان تساعد الناس وتخلي العالم مكان أفضل. نيجي بقى لآخر موضوع عندنا. آخر موضوع عندنا بيتكلم عن مين؟ قال لك هنا قال لك a country you would like to visit يعني دولة أنت حابب إن أنت تزورها أو a visit to a place قال لك زيارة المكان أو اللاند ماركس in Egypt الأماكن البارزة أو المعالم البارزة في مصر أو الهوليداي الأجازة. فعندنا الموضوع ده هيمشي معاهم كلهم. تعال نشوف الموضوع بيقول إيه. عندك هنا قال لك I like visiting new places بحب زيارة الأماكن الجديدة and going on holiday وإن أنا أروح في إيه؟ أو أذهب في أجازات with my family مع الأسرة بتاعتي. I would like to visit a beautiful country بحب إن أنا أزور دولة جميلة or a nice place one day أو مكان لطيف في يوم من الأيام. In Egypt في مصر we have many famous landmarks في مصر عندنا معالم بارزة كتيرة. I like visiting places like parks بحب أزور الأماكن اللي زي الباركس الحدائق museums and old buildings أو المباني القديمة. On holiday وفي الأجازة I feel happy and relaxed بحس إن أنا سعيد ومسترخي. I take photos and enjoy my time وبلتقط صور وبستمتع بالوقت بتاعي. I learn new things about places بتعلم حاجات جديدة عن الأماكن and people والناس. Visiting landmarks زيارة الأماكن البارزة in Egypt زيارة الأماكن البارزة في مصر makes me proud of my country بتخليني فخور بدولتي. Traveling helps me have fun السفر بيخليني إن أنا have fun أستمتع and learn at the same time وأتعلم في نفس الوقت. I hope to visit many places أنا بتمنى إن أنا أزور أماكن كتيرة and enjoy my holidays واستمتع بالاجازات بتاعتي with my family مع اسرتي in the future في المستقبل. وبكده نكون لمينا اهم مواضيع البراجرافات اللي عندنا في بالظبط حوالي 7 مواضيع. ما تنساش تراجعهم قبل الامتحان. اعمل سيف للفيديو وما تنساش تعمل منشن لاصحابك.